سلام، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. نهار جديد وفطور جديد اللي انا متاكده غادي يعجبكم وغيعجب حتى وليداتكم. كيف ما شفتوا معايا غنحضروا واحد الكيكه كتحمق بالفينو والكوك، غادي تولي معتمده عندكم. شوفوا جربتها وعجباتني، وحتى نتوما ملي غتجربوها غادا توليو مدمنين عليها. وكذلك حضرت اليوم محبوب الجماهير البيني، درت منه المالح والحلو. الحلو بالشكلاط راكم عارفينه، والمالح درتو بواحد الحشوه نفكركم في ايام زمان بالروز والطون. كتجي تتحمق وهانتي تهنيتي، ما وقفتش صراحه بزاف. عجينه وحده خرجت منها هاد جوج الحوايج هادو وها انا هانيه. وغادي ندير كذلك لي بات، يعني واحد السباكيتي غادي نحضرها بلا صوص بيشاميل ديال طماطيشه. وانا شوفوا ساليت العشاء والفطور في وقت قياسي. اما السحور راه ملي كيبقى لي العصير هو اللي كنسحروا به، ملي ما تيكونش كاين انا ديك الساعه كندير شي حاجه اخرى اولا الريب راه كنشاركو معكم، واكثريه كندير الريب لانه تيعجبني بزاف. اول حاجه غادي نبداو بها هي العجينه. كتبقى فيا العجينه كنبداو بها هي الاولى وكنخليوها هي الاخرى. غادي نحتاجو واحد الكاس كبير ديال الماء ديال الحليب يكون دافي، ماشي باقي غنديروا الماء. كاس عامر ديال الحليب يكون دافي، شويه ديال معلقه كبيره ديال السكر، شويه ديال الملحه، ومعلقه كبيره ديال الخميره. صافي غادي نحتاج معها 3 المعالق كبار عامرين ديال الزيت. وغادي نبدا نضيف الطحين. الطحين راه غادي تحتاجو تقريبا نص كيلو، يعني على حساب العبار اللي درت انايا في هذا القياس ديال الكاس ديال الحليب. ولكن راه غادي تزيدوا الماء دافي بطبيعه الحال. غتبقاو تزيدوا الماء دافي حتى تحصلوا على عجينه اللي غتكون كتلصق في الايد، حيت البيني كيبقى يتلصق، والعجينه ديالو خصها تكون شويه مرخوفه باش يجيكم خاوي ومجوي من الوسط. فهمت؟ ما تكونش العجينه ديالو قاصحه. صافي انا راه زدت الماء وبقيت هكا كنزيد في الطحين حتى تجمعت لي العجينه. وعاد باش ديك الساعه غادي نغطيها ونخليها حتى تخمر على خاطرها. ها نتوما شوفوا العجينه كيفاش خصها تجي. نتوما راه غير هزيت العجانه راه بدات كتنزل. داكشي علاش انا صورتها لكم باش تعرفوا هاد العجينه ديال البيني خصها تبقى مطلوقه وتبقى مرخوفه. ديري يدك فيها، ديري فيها الزيت وصافي، وجمعيها باش ما تلصقش لك في يديك، وحطيها خليها تخمر على خاطرها. دابا غادي ندوزو للحشوه اللي غادي نعمرو بها البيني. حشوه كتجي زوينه كيف ما قلت لكم، غنفكركم في ايام زمان. الروز الطون البنات. غادي نحتاجو البصله، ممكن ديروا معها القرعه. انا ما عنديش القرعه، درت هاد الكروم هذا وكيجي واعر مع البصله ما كيبانش نهائيا. غير جربوا في الحشوات ديالكم ردوا عليا الخبر. غادي نزيد معلقه ديال التحميره، معلقه صغيره ديال التحميره، شويه ديال الثومه، معلقه صغيره ديال الملحه، شويه ديال البزار ضروري ومؤكد البزار. صافي العطريه ديالنا العاديه. غير انا ضروري كنزيد ديك الاعشاب المنسمه. ضروري تكون عندكم كيردوا هاد الحشوات فنين وكيجيو بنان بنان. وواحد الصوص ضروري معلقه ديال لاصوص ديال الصوجا، والزيت اللي غادا طيب فيها هاد الحشوه هادي. عرفتوا الاعشاب المنسمه البنات راه كيجيو واعرين، كيخليو ديك الحشوه كتكون في شكل واحد النسمه ديالها رائعه. هنا سلقت الروز، ملي غتسلقوه البنات غادي دوزو واحد شويه ديال الزبده وصافي. ملي تسلقت تحطوا فيه معلقه كبيره ديال الزبده. وغادي نضيف هنا شويه ديال الزيتون، شويه ديال الكبار. عندكم الكبار مرحبا، ما عندكمش ديروا غير الزيتون فقط. يعني البصله والكرنب والزيت وداك الروز مسلوق والزيتون والكبار. وهنا الطون غادي نفرتو، لانني قلت لكم الطون راني انا مصوباه في الدار، يعني كنجبدو عاد كنفرتو نفرتو في الحشوه. صافي هاد الحشوه كتجي البنات رائعه رائعه من ألذ ما يكون. قلت لك قلت لكم فكرتني في ايام زمان ملي كنشرو دوك البريوات اللي عامرين بالرز والكروفيت في الزنقه. صافي غادي نخلطوا هاد المكونات كامله والعناصر اللي كتشوفوا مع بعضياتهم حتى ينسجموا لينا. وغادي نحطوهم ابار تو كنوجدوا العجينه، القطعه نطيبوها وصافي غنحلوا البيني وغنعمروهم. يعني هاد الحشوه راها طايبه واجده، فهمتوا؟ صافي دابا غادي ندوزو للطبق الرئيسي ديال السباكيتي. انا درتو للعشاء الصراحه. نتوما بغيتو ديروه في الفطور، كاين اللي كياكل الفطور، انا ولادي لا، يلا كنقضيو بهداك الشيء اللي حطيناه صافي فقط وكيشبعوا. غناخذ سباكيتي، نزيد على الاعشاب المنسمه والملحه والماء طيب، غادي نحطها تسلق صافي. وغادي ندوزو لاصوص ديالها اللي غادي نديرو مع لاصوص بيشاميل اللي غادي نديرو بها هاد لي باط هادو. غنحتاجو واحد المعلقه كبيره ونص، انا حيت هادي عندي صغيره درت معلقه كبيره ونص ديال مطيشه الحك. انا ما عندكش مطيشه الحك ديري لاصوص ديال لاصوص طوماط او لا، ولا اي صوص عندكم ديروها، ما ديريش مطيشه العاديه. صافي غنحك على شويه ديال الزعتر، وانا زدت على شويه ديال الماء باش تطلق لانها كانت عندي في المجمد. غادي نزيد عليها شويه ديال الملحه وشويه ديال الزيت، واحد 2 معالق بحال هكا كيف ما كتشوفوا، غير باش نشحرها فوق البوطه شويه وصافي. الثومه ضروري منها، وشويه ديال البزار، وكما قلت لكم راها الملحه. وغادي نهزها فوق البوطه، نحركها واحد شويه
غير حتى يغلاو لينا غتغلى لينا هذيك مطيشه الحك، ما تبقاش بحال هكا خضره. صافي، وغادي نزيدو عليها الدقيق. الدقيق راه بحال كتصاوبي البيشاميل عادي، فهمتوا؟ صافي، ملي غنحط الدقيق انايا غادي نحرك مزيان 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 بحال هكا باش ما يتكورش ليا. وغادي نكون ديجا موجده انا السطر ديال الحليب، ولا على حساب الجهد اللي نتوما بغيتو ديال الحليب. صافي، غادي نبدا نضيف وغنحرك نضيف ونحرك. هنا راه دايره المقيله ديال البطاطا كتقلى، باش غادي ندير المقيله ديال الفطور. ما درتش اليوم اللحوم، ما درت ثاني غير بطاطا هكا مقليه مع المرتديلا والبيض. صافي، الله يجعل البركه، فطور خفيف ظريف كما كنقول لكم. يعني هذاكشي اللي كنطيبو هو اللي تنحطو معكم، ولكن الافكار راها زوينه. وهنا غادي نضيف لهاد لاصوص هادي، غنضيف عليها طون. الطون يكون مطيشه باش كتجي هكا زوينه، واللوغو ديالها واعر. صافي، ممكن بغيتو ديروا الطون العادي ديروه، ولكن المطيشه كتواتى مع كلشي انه حمر، يعني كلشي كيجي حمر. كتجي زوينه هاد الايزابيل مطيشه، اولا اي طون ديال المطيشه عندكم. شوفوا هنا راه لفت كوكوط اللي سلقت فيها، حيت داك الماء وصفيته وعاود خلطت فيها. صافي، ما بقى يغسل الماعن. صافي، غادي نبدا نزيد هذيك لاصوص ديال اللي عندنا ديال البيشاميل، غادي نخلط بها سباكيتي مزيان حتى تشرب. وغنخلي غير واحد شويه اللي غادي نديرو في الوجه ديالها ملي غنحطها في المول باش ندخلها الفران. صافي، هنا حركتها مزيان وبقيت كنزيدها هذاك لاصوص، وخليت واحد شويه اللي غنديرو فوق منها بحال هكا، غير باش يعطينا داك المنظر. مع ملي غتدخل الفران غيجي زوين هذاك المنظر بحال هكا فوق منه الفرماج، وحتى كتعطيها واحد شويه ديال التعليكه. وصافي، راك عارفين البيشاميل. صافي، هنا غادي ندير عليها غير الفرماج محكوك. صافي، وغادي ندخلها للفران حتى تكراتينا وخرجيها. الوليدات غتعجبهم بزاف لانها بالطون كتجي واعره. ها كيفاش كتخرج، كتجي واعره وكتشهي الصراحه. المنظر ديالها رائع جدا. قلت نوريها لكم حد نكملوا ندوزو الكيكه ديالنا. الكيكه غادي نحتاجو فيها واحد 4 ديال البيضات مويان ولا صغار. الا كان عندك كبار ديري غير 3 بلا ما ديري 4. وغنحتاجو فيها واحد الكاس ديال السكر، الكاس اللي غتعبر به ولا غتعبر به كلشي، سكر سنيده. وواحد الفانيا. غنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم هما الاولين. بغيتي ديري الباطور، بغيتي ديري غير الفويل عادي ماشي مشكله. غنحتاجو واحد الكاس ديال الزيت، وواحد الكاس ديال دانون يكون هكا فاني ولا اي نسمه عندك بغيتي ديريها ماشي مشكل. وغادي نحتاجو واحد 2 معالق كبار ديال المربى اولا ديال الكونفيتور. ديري ديال المشماش احسن، ما ديريش ديال الفريز، انا حيتاش ما عنديش ديال المشماش. وواحد الكاس لارو، كاس ما عامرش ديال الكوك، وواحد الكاس عامر ديال الفينو. كيف ما كتشوفوا راه كلشي واضح وكلشي باين. صافي، انا حيدت الباطور وبديت كنخلط غير بالفوي. وغادي نزيد الدقيق، كاس ديال الدقيق يكون عامر، يعني بحال نفس العبار اللي عبرت به الفينو. غنعبرو في سميتو في الفورس. صافي، وغادي نزيد هنايا واحد 2 معالق عامرين ديال الخميره. نتوما ديروا 2 خمارات ديال 16 غرام. صافي، غنخلط المقادير هكا مزيان. وغادي تجيو هانتوما كيف ما غتشوفوا، ما غاديش تجي ثقيله بزاف، ولكن ما تخافوش منها، راه الفينو كيشرب. يعني غير خلطوا تكون بحال هكا، يعني القوام تقريبا جاي القوام ديال الكيكه. هي خفيفه شويه ولكن تقريبا جاي القوام ديال الكيكه. صافي، غندهن واحد المول ديالي وغادي ندخلها نخويها في المول. هو الاول ندهنيه بالدقيق وبالزبده ولا الزيت والدقيق، المهم اللي عندك. وهنا غادي نزيد عليها الكركاع والشوكولاته الفيرميسيل. بغيتي ديروا اللوز ايفيلي، بغيتي ديروا كاوكاو ايفيلي، بغيتو ما ديروا والو كاع ما ديروش. المهم غير هاد الكركاع كيجي زوين في الكيكات، كيجي تيحمق. وديروا الحبيبات ديال الشوكولاط. انا درت الفيرميسيل ساعه بحال ساحليه كيسيح، اللهم احسن ديروا الحبيبات ديال الشوكولاط. وهي فاش خرجتها شوفوا صدقوني البنات راه كتجي رائعه ومعلكه وزوينه ومفشفشه ومهويه من الداخل. صافي، انا درت لها غير الكوك وشويه ديال الكركاع من الفوق. ممكن نتوما تزينوها باش ما بغيتو. دابا ندوزو العجينه ديالنا مسكينه شحال وهي كتسنى بعد ما خمرات مزيان مزيان مزيان. ونقسموها وغادي نطلقوها غير باش تسهل علينا المأموريه. وصافي، اما هي راه عجينه وحده وطياب واحد. وغادي نقطعها بهاد القطاعه هذه. صافي، انا تقريبا كملت، بقى لي غير هاد الروتوش هذا اللي كنبقى نعاود فيه الرجوع. صافي، عاد تفكرت انني خصني نصور معكم هذا الشيء اللي بقى لي الاخر. صافي، انا خرجت لي كميه كثيره تبارك الله. يعني فطور ديال اليوم وفطور ديال الغدا. راكم عارفين دابا البنين كيفاش كيتقلا، وضروري تحطها في المقله وتبقاي تهزي بمعلقه هكا الزيت فوق كل وحده باش تنفخ. ما كياخذش لك واحد الوقت اللي طويل، خصوصا الا كانت المقله كبيره. صافي، وكتقلي وكتحطي تقلي وتحطي حتى كتسالي كلشي الكميه ديالك اللي عندك كلها عاد باش غتبداي تعمريهم. صافي، انا بقيت بحال هكا تكملت الكميه اللي عندي كامله. وجيت للتعمار. البنات
البنات ديروا الخص بيني، حلوها بالمقص وديروا فيها الخص من الداخل وديروا فيها هذيك الحشوه، راه كيجي رائع رائع، خصوصا داك الخص كيعطي واحد المذاق رائع البنات، غير جربوها. المهم انا وريتكم وحده لاني صافي قرب الفطور، شوفوا راه حتى الضو ما بقاش كيبان مزيان، وريتكم غير وحده راه درت لها الخص وعاد درت الحشوه، راه الحشوه عندي طايبه وواجده. اما بالنسبه للحلو خديت واحد 2 معالق كبار عامرين ديال الشكلاط ديال الدهن ودرت معاه ودرت معاه الكريمه. ممكن ما ديروش الكريمه، تكتفيو غير بالشكلاط ديال الدهن فقط، كتجي رائعه هاد الحشوه هذه البنات. خلطتها وعمرت بها كذلك البانيه ديالي. هما المهم شوفوا قبلوا على موجود وصافي، لان قرب وقت الفطور. ما شاركتش معكم حتى الطريقه، يعني راه درت غير معلقه، حليتهم ودرت معلقه وخشيت من الوسط، وبنتي اللي دارت هذوك الزويقات بحال هكاك صافي قالت لك باش نعرفوهم راه هادو حلوين، ودارت المطيشه والخص قالت لك باش نعرفوا هادو راه مالحين. المهم هانتوما شوفوا كيفاش جاو غزالين وبنان. انا متاكده الا جربتهم غيولوا معتمدين عندكم انكم ديروا الفطور، لانهم تيهنيو الصراحه تيهنيو. ها انتم كتشوفوا هنايا سباكيتي بلا صوص بيشاميل وصافي، والبنين المالح والبنين الحلو. الالاعيب راكم عارفينهم. الكيكه ديال نجاة رائعه رائعه البنات، غير جربوها. فطور خفيف ظريف، تاخدي منه، تانسبيري منه، ديري فكره وديري وصفه وما ديريش وصفه. المهم انا كنحاول غير انني نعاونكم نفعكم، وداكشي اللي درتو كنشاركو معكم، حيت راه شحال من واحد في رمضان دابا راه كيدوخ، خصوصا كتبداي تعيا ما كتعرفيش راسك اشنو غادا ديري، كتبغي دائما الجديد اللي يكون اقتصادي وفي نفس الوقت يكون اقتصادي تاع على الوقفه، يعني ما يخليكش توقفي بزاف. البنات ديروا لي لايك وبارطاج ديال هاد الوصفات هادو هانتوما شوفوا انا راه حطيت ديال البارح باقي لي واحد 3 بالحلوين 3 من المالحين داك اللي طيبتهم في البانيني، وها هو صافي كلشي واجد الحمد لله، اللهم لك الحمد. الفيديو الجاي ان شاء الله بسلامه.